خلّينا بقى ننقل لحتّة زاوية تانية، لو 2 عندهم نفس الجزء التحليلي تمام، analytical ناس investigative أو استقصائية زي ما بنقول باللغة العربية، وفي نفس الوقت الاتنين انطوائيين، هيشتغلوا بقى فين بالضبط أو إيه طبيعة الشغل؟ geographically speaking لو بنتكلم على المكان ذات نفسه، فإحنا المكان حددناه قدر يعني نسبيًا، هيبقوا الاتنين let's say حتى لو full time يعني مش شرط freelancing بس حتى لو full time بس remotely from work from home مرتاحين في الموضوع ده، تمام. بس الشخص ده واحد خلّينا مثلًا نسميه محمد وحسين، محمد ده شخص analytical وانطوائي وكل حاجة، ولكن هو عايز في الفترة الحالية من حياته إن هو يكوّن نَفْسه ماديًا بشكل كبير أوي، فبالنسبة له رقم 1 الpriority مُرتّب، حتى لو هيقعد في الشغل ده من 8 ل9 أو بالكتير حتى 10 ساعات في الشغل في اليوم، ما عندوش مانع، بس أهم حاجة الsalary بتاعه لأ، هو كاسر salary محترم، حاجة محترمة جدًا، بس قاعد تقريبًا أكتر من نُص اليوم بيشتغل، بس هو مرتاح مع ده. وحسين برضه نفس كل حاجة في الجزء الأساسي اللي هو analytical وإن هو انطوائي ويشتغل from home ولكن هو بالنسبة له الأولوية إن هو يشتغل من 4 ل6 ساعات في اليوم أو average متوسط 6 ساعات في اليوم، ده الأولوية بالنسبة له عشان هو بيحب وقته وبيحب إن هو يعمل حاجات خاصة بيه، يقرا حاجات برّه، يتمرّن، يعمل حاجات خاصة بيه هو أكتر والlife style بتاعه أهم أو عنده أهمية فيها كبيرة من إن هو يبقى قاعد حياته بس بيشتغل طول اليوم في البيت. فبالتالي هو الأنسب بالنسبة له اللي هو اختاره إن هو مثلًا يشتغل 6 ساعات و يبقى عنده بقية اليوم يقدر إن هو يتحرّك فيه براحته، وممكن يتنازل عن المرتّب، يبقى المرتّب مش بقى اللي هو الواو، لأ هو مرتّب محترم ونضيف وكل حاجة، بس يعني أقل من المرتّب بتاع محمد، ولكن هو عنده وقت أكتر لو هنتكلم بقى على الوقت، فهو عنده وقت أكتر من محمد، أمّا محمد معاه فلوس أكتر من حسين. هنا إحنا عملنا برضه ده عرف نَفْسه بزاوية وده عرف نَفْسه بزاوية، بس زوايا مختلفة، هي زاوية إيه؟ الأولويات والقِيَم. القِيَم الوظيفية أو الوظيفية والأولويات بتاعة كل حد فيهم في الفترة أو في الفترة الحالية من حياته، لإن دي ممكن تتغيّر عادي جدًا. بس هي الفكرة إن إزاي آآ مجرّد إن هو بس بقى عنده وعي وإدراك أنا عايز إيه، أنا أولويتي إيه في الشغل اللي هاختاره، وقت والّا فلوس، وهنا وقت والّا فلوس، غيّر تمامًا أسلوب حياته كلّها. أنت بتتجوّز كاريرك، أنت بتعيش مع كارير في session أنا كنت عاملها كاملة اسمها career dating you are dating your career بتنزل معاه dates وبتتعرّف عليه علشان لو تمام أنتم هترتبطوا مع بعض، خلاص أنتم هتكمّلوا مع بعض فترة محترمة من حياتكم، يبقى في relationship work relationship. فأنت هنا آآ قرار زي ده قرّر بالنسبة له إن ده هيشتغل آمم فترة زمنية part time وده هيشتغل full time مثلًا، أو ده هيشتغل freelancing وده هيشتغل corporate فأنت بالتالي شايف الفرق؟ فمهم أوي إن أنت مش بس تعرف ميولك اللي هي مثلًا أنت تحليلي والّا اجتماعي والّا هكذا، لأ أنت كمان تعرف الأولويات بتاعتك، أنت القيم الوظيفية بتاعتك إيه في الفترة الحالية، فالاتنين دُولة مهمين جدًا. في حاجات زوايا أكتر نقدر نتوسّع إليها، بس أنا هاكتفي معاك في الرحلة بتاعة النهارده للاتنين دُولة، لإن الاتنين دُولة هُم يعني نقدر نقول من البدايات اللي بعد كده نقدر ننطلق عليها، الرحلة دي هي رحلة حاجة اسمها ومهمة أوي ودي أهم نقطة في فكرة إن أنت تبدأ career أو حياة أنت حاببها، هي فكرة الself awareness أو الوعي الذاتي، أنت عندك وعي بالجوانب المختلفة لحياتك، وعايز أصدمك صدمة عمرك. في إحصائية أثبتت وفقًا للدراسات إن لمّا الناس جات تسأل أو لمّا الباحثين جُم يسألوا الناس تفتكر أنت self aware بنفسك بنسبة قد إيه؟ ناس كتيرة أوي قالت لأ، أنا aware بنفسي بنسبة حوالي من 8 ل9 أنا عارف نفسي كويس أوي، مرّيت بتجارب كتيرة وخبرات كتيرة وعارف نفسي كويس. لمّا جُم بقى يقيّموا فعلًا هل هم فعلًا عارفين نفسهم والّا لأ، يعني الموضوع لمّا عملوا لهم بقى اختبارات وتقييمات علشان يتأكدوا هم عارفين نفسهم فعلًا والّا لأ، بعد ما أخدوا رأيهم عملوها بشكل موضوعي وعملي،
لقوا إن 85% من كل اللي قالوا أنا عارف نفسي من 8 ل9 10 طلعوا مش عارفين نفسهم أساسًا بقى، و10% بس من 10 ل15% هم دُولة اللي فعلًا كان عندهم self awareness ووعي بذاتهم. أنت متخيّل كَم الثقة؟ ناس كتيرة جدًا واثقة أنا عندي وعي بنفسي وكل حاجة، بس جزء صغير منهم بس اللي كان فعلًا عارف نفسه. فالself awareness ده بحر واسع، جوانبه وزواياه كبيرة وكتيرة، فأنت مهم أوي إن أنت تبقى عارف إن متصالح مع فكرة إن هي رحلة. أنت مش بتعرف خلاص أنت مثلًا في أول الcareer بتاعك أنت self aware إن أنت دلوقتي كذا، بعد كده بقى هتكمّل وخلاص، لأ، أنت self aware دلوقتي وهتفضل بتعمل process self awareness على مدار حياتك كلّها، فبتبدأ تعرف نَفْسك أكتر، أكتر، تتصالح، تبقى أهدى مع نَفْسك وهكذا. مهم أوي الموضوع ده، وبيبدأ زي ما أنا قُلت لك بالجزء بتاع إن أنت تعرف نَفْسك كويس، وبعدها بقى تقدر تبني على نَفْسك المهارة اللي أنت هتتعلمها بسرعة، فبالتالي تبدأ تختار الcareer المناسب بالنسبة لك، وتبدأ تحقق ذاتك في الحاجة اللي أنت تقدر تدخّل منها income محترم، وتعيش حياة كريمة أو حياة آآ تستحقها وأنت عايزها. في النهاية أنا دكتور حازم عماد الدين، دكتور الcareer. لو احتجت منّي أي مساعدة في أي حاجة، تقدر تتواصل معايا على طول على LinkedIn هاحط لك الdescription بتاعه تحت في الdescription وتقدر تتواصل معايا على طول. أنا في الحقيقة أو في حياتي أنا باعمل إيه، باحب أساعد الناس إن هي توصل لحياة أريح، واحب أساعدك إن أنت توصل لحياة أريح بالنسبة لك نفسيًا وصحيًا ومهنيًا. ال3 بيترتبوا على بعض، لو أنت نفسيًا تمام، صحيًا هتبقى تمام، مهنيًا هتبقى تمام، تمام؟ فإحنا النهارده كنا بنتكلم على self awareness هيصُب على ال3 وركّزنا على الجزء المهني. لو احتجت أي حاجة في ال3 دُولة تقدر تتواصل معايا، هاحب جدًا إن أنت تتكلم معايا وأتواصل معاك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابيتو، السلام عليكم.